النهارده هجرب معاكم المنتج الجديد من ايجي بوكسي اللي هو ريزن كينج. بصراحه بسمع عنه بقالي فتره بس ما جربتوش، فجت الفرصه بقى ان انا اجربه. هو بيجي طبعا في عبوتين، دي عبوه الريزن دي عبوه المصلب. ولازم لما تجيبوا عبوه ريزن لازم تقروا المواصفات الفنيه اللي عليها، دي مهمه جدا لان هي دي اللي فيها نسبه الخلط وفيها زمن التشغيل وفيها زمن التصلب. فلازم تقروا الجدول ده في اي عبوه ريزن هتجيبوها، بيبقى مكتوب على اي عبوه وعلى المصلب بتاعها بارت بي، ونسبة الخلط هنا 3A لواحد بي. هو معروف ان الايجي كاست اللي هو انا كنت بستخدمه قبل كده كان 100 ل40، فهنا نسب الخلط مختلفة. ودي كيلو عبوة كيلو، كانت ب315. فجبت الميزان بتاعي بالشكل ده كده، احط عليه الكوباية. خلاص هيظهر لكم وزن، فلازم تصفروه قبل ما توزنوا، لازم تصفروا الكوباية عشان ما يظهرلكوش وزن الكوباية. طيب ازاي تحسبوا بقى نسبة الريزن والمصلب لو انتوا عايزين توزنوا؟ هنا هنجيب ورقة وقلم وهتعملوا طرفين في وسطين، يعني هو نسبة الريزن 3 ايه. خلاص، وهتعملوا كده لواحد اللي هو بي. خلاص 3 ل1. طب انتوا عايزين تحطوا قد ايه ريزن؟ مثلا انتوا عايزين تحطوا 50 جرام ريزن، هتعملوا بقى ده اكس، هتعملوا طرفين في وسطين. تعملوا طرفين في وسطين بالشكل ده، الاكس هتساوي 50 في 1 على 3. بالشكل ده يظهر لكم ان المصلب في الحالة دي هيبقى 16.6. يعني لو وزنتوا 50 جرام من الريزن يبقى المصلب بتاعه 16.6. فوزنت 50 جرام من الريزن، وبعد كده هصفر تاني علشان احط المصلب. بحط المصلب بالراحة لحد ما اوصل للوزن اللي انا عايزاه. بعد كده هنبتدي نقلب بالراحة في اتجاه واحد لحد ما انتوا شايفين ان هو، حاسين ان هو كده فيه غيامه او كده، لازم نقلب لحد ما يبقوا الاتنين ممتزجين ببعض وشفافين مع بعض، يبقى طبقه واحده شفافه. انتوا طبيعي جدا ان انتوا تلاقوا بابلز في الاول خالص لما تيجوا تقلبوه، فعشان كده بعد التقليب بتسيبوه بس دقيقتين 3 لحد ما البابلز كلها تطلع لفوق، وممكن تجمعوها باي معلقه او تاخدوها باي حاجه يعني عشان يبقى كلير. فحبيت ان انا اجرب معاكم المنتج ده، واي سؤال سيبولي في الكومنتس وانا هجاوب عليكم ان شاء الله. باي.